هنا الخنفوري رجع للدوار وبدا كيقصد الغابة باش يتخبى فيها، وبدا كيبيع في الحشيش والشراب ولا معروف. سنة 1993 بدا يخدم معاه البزناسة، ووسع في التجارة ديالو، وهو ولد 20 عام، وبقى على هذا الحال لمدة عامين، إلا حتى تبلبلات القضية عند الجندارم. ومن بعد البحث عرفوا باللي الخنفوري كاين في الدوار، وبالضبط في الغابة اللي بجنب الدوار. دخلوا للغابة ووصلوا فين كاين بالضبط، ولقاوه ناعس مع راساتو، وهو يمشي عنده واحد لاجودان اللي كان معروف عليه راجل مزيان بالكفاءة ديالو، ومشهود ليه يعني بالكفاءة، وكان باغي يشدو بالتي هي أحسن. هو يقول له: نوضة بن عيسى، سلم راسك، راه حنا مدورينك وما عندك فين تهرب. المشكل اللي باللي الخنفوري كان هاز معاه واحد الجويجه تحت الجلاب، يعني ما كان عارف عليها والو. لاجودان مسكين، الخنفوري غير سمع الصوت ديال لاجودان، هو يشوف اليمين والشمال، ما لقى حتى شي واحد